السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبتدي حبايبي بننسى شير ولايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ما تنسونيش بكومنت حلو لايكات اكتر. معاكم كانت فنجان الهنا. يلا بينا نشوف فنجانك هيقول ايه يا برج الدلو. بس قبل ما نبتدي حبايبي ياريت كده نصفي النية وندي نفسنا طاقة ايجابية ونسمي بسم الله ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا لا يعلم الغيب الا الله. القراءة بتنطبق على الجنس رجل وامرأة وكل الامر. القراءة بتكون عامة وليست خاصة. يلا بينا نحط لايك، نحط كومنت حلو نرفع بيه الفيديو بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الدلو شايفة ان البعض منكم في ضغوطات كده انت معينة انت رافضها، رافض الضغوطات اللي انت فيها عموما. يعني شايفة كده ان في ضغوطات انت مش قابلها خالص في حياتك. الضغوطات ديت شايفة كمان ان بعضكم عندك امل في ان الضغوطات اللي انت فيها دي تزول. ان شاء الله عندك زوال للضغوطات اللي انت فيها ديت بأمر الله. برج الدلو شايفة ان بعضكم عندك اهمال في شيء انت مليت منه. اهملت في شيء مليت منه، او خلاص قربت تهمل في شيء انت وصل معاك للملل. خلاص قربت تهمله، قربت ان انت ما تهتمش بيه، خلاص تشيله من دماغك. الله اعلم، او تكون انت بالفعل خلاص اهملت في شيء ممل عموما. شايفة ان البعض منكم يعني عايز تهرب من مكان انت فيه من كتر ما انت مش مرتاح فيه. عايز تهرب من مكان انت فيه يا برج الدلو. كمان شايفة ان البعض منكم خلاص في مكان كده انت انتقلت منه، حسيت ان انت خلاص هربت منه او عايز تهرب من مكان عموما. كمان يا برج الدلو شايفة انك بتتهرب من شيء بطيء. عايز يعني بتهرب من شيء بطيء في حياتك. في كده امر ماشي معاك ببطء، انت خلاص الامر ده بتتهرب منه، بتبعد عنه. في شيء كده لامر بطيء انت بتنفذ فيه شيء. بعضكم عندك اشتياق لشيء انك تتعلمه. يعني انت في شيء كده انت عايز تتعلمه، مشتاق جدا جدا انك تتعلم الشيء ده او تتعلم من الشيء ده حاجة. بس في شيء انت عندك اشتياق انك تتعلمه. مكايد واشخاص سيئة بس انت ساكت عليها. في مكايد انت ساكت عليها ويعني مكايد سيئة بس انت ساكت عليها. في سكوت من ناحيتك. هو مش خوف ولكن انت بتبعد عن المشاكل ممكن. فشايفة اني عموما انا شايفة ان في كده مكايد سيئة عندك انت ساكت عليها يا برج الدلو. كمان بعضكم بتهيئ نفسك لأي مكيدة ممكن تجيلك. يعني انت كده مدي لنفسك انك انت عارف ان ممكن في اي وقت تجيلك اي مكيدة من اي حد، فاهمين؟ فانت مهيئ نفسك لأي مكيدة تجيلك في عمل، في اشخاص تخصك او حاجة من الناحية العائلية او العاطفية او حاجة. فانت يعني مهيئ نفسك لأي شيء عموما. برج الدلو شايفة ان البعض منكم عندك موهبة الشعر. يعني ممكن تكون انت بتحب تشعر او حاجة وكده. شايفة ان البعض منكم نفذت ده. يعني انت ممكن تكون انت عندك الموهبة ولكن البعض منكم معرفتش تنفذ يعني شيء في المجال ده، ولكن البعض منكم بيحاول انك تنفذ شيء او هتنفذ شيء في مجال ده يا برج الدلو. شايفة كمان ان للبعض منكم عندك شوية انتقادات من الناحية ديت. يعني ممكن تكون في اشخاص للبعض منكم مش كلكم بتنتقدك يا برج الدلو. في هنا اسم أمنية أو أمينة واسم حبيبة موجودين هنا عند البعض منكم. ممكن يكون للبعض منكم تكون انت أو يكون أشخاص يعني قريبين منك. ولكن هنا في الاسمين دول البعض منكم هتكون عارفهم مش أكتر، ولكن البعض التاني لأ. طب أنا شايفة إني يعني اسم من الاسمين دول للبعض منكم في شيء اتكرر منه. يعني ممكن تكون في غلط اتكرر من البعض منهم. في شيء اتكرر من البعض منكم وهتنطبق على البعض. يعني ممكن تكون عارف حد بالاسم ده ولكن مش الطاقة ديت اللي يعني اللي انت تعرفها اللي هي تنطبق عليه. برج الدلو شايفة ان بعضكم بكيت من شيء بس الشيء اللي انت بكيت منه دوت في نجاة ليك من شيء.
يعني ممكن تكون انت بكيت على شيء ولكن كان ربنا نجاك منه، وممكن تكون انت بكيت عشان حاجة يعني تانية، ولكن في نجا ليك يا برج الدلو عموما. تعالى يا برج الدلو كده نشوف فنجانك هيقول ايه. ان شاء الله خير، واللي محطش لايك بليز بعد اذنكم حطوا لايك، ارفعوا الفيديو بتاعكم بلايك وكومنت يا برج الدلو. يا برج الدلو، شايفة ان البعض منكم عندك حنين انك انت تنتقل لبيت، او عندك حنين لبيت انك انت تشتريه تأجره او حاجة، في بيت كده يعجبك فانت عايزه، او تكون عندك حنين لانتقال عموما. بس في الحنين اللي انت عندك اساسا في بيت، من ناحية البيت دوت في حقات، وفي حقات كتير مش عايزالك النقلة دي عموما، او عايزالك حاجة حلوة اساسا من ناحية بيت او حاجة. برج الدلو، شايفة هنا ان في صلح بينك وما بين اشخاص او شخص، ولكن في الصلح ده انت ما كنتش غلطان فيه، يعني انت ما غلطتش فيه عشان يبقى فيه مثلا صلح او حاجة، انك انت تصالح او حاجة. لاني شايفة هنا ان البعض منكم يعني ممكن يكون في صلح انك انت تصالح شخص وشخص يصالحك، او يكون في اساسا صلح ما بين اشخاص بس انت ما كنتش غلطان. يعني شايفة ان انت هنا ما كانش في غلط، او انت تكون شايف انك انت مش غلطان في في الموضوع، بس في صلح عند البعض منكم. شايفة ان البعض منكم بتتمنى امنية، بس امنية انت شايفها عجيبة شوية بالنسبة لك، ممكن تكون صعبة، ممكن تكون انت شايفة ان هي امنية صعبة او حاجة، ولكن انت بتتمناها، هي امنية عجيبة ولكن انت بتتمناها دايما يا برج الدلو. بس شايفة ان في الامنية العجيبة ديت شايفة ان فيها هنا وسعادة ليك ان شاء الله. فشايفة اني عموما في هنا امنية يعني عجيبة هتحصل عليها، بس هيكون في استغلال، او يكون للبعض منكم في امنية انت كنت بتتمناها ولكن انت حصلت عليها ولكن استغليت، في استغلال هنا عند البعض منكم. ممكن يكون في حد استغلك في الشيء اللي انت وصلت له ده او ان انت هتوصل له. في هنا اسم شهد، واسم شهد ده يعني انت او يكون شخص قريب منك ولكن الاسم موجود، فانا حبيت اقول لكم عليه، لكن هنا مش واضح لي ان في شيء. لو واضح هقول مفيش شيء واضح خلاص. طيب هنا اسم اسراء يا جماعه. هنا اسم اسراء، لو انت اللي بالاسم ده فشايفه ان في تحمل عندك امرأة برج الدلو، شايفة ان ليكي حق، يعني في حق كده ممكن تكون ليه علاقة بظلم او حاجة عايزة حقك، او يكون ليكي حقوق ميراث او حاجة فلوس او حاجة ليكي حق عند حد غلط. شايفة انك انتي لو البعض منكم ممكن يكون بالاسم ده بتعاني من حقد اشخاص سامين، اشخاص مش كويسين وجوه بيتك يعني كمان. يعني الاشخاص دي ليها علاقة بالبيت عندك، ممكن تكون هما ليهم علاقة بان هما ممكن يكونوا بشيء يخص البيت عندك، يعني ده للبعض منكم، فانت تاخد الطاقة بتاعتك بس. طيب لا انا مش بالاسم ده بس اعرف حد بالاسم ده يا برج الدلو، انت تعرف حد بالاسم ده وانت مش بالاسم ده، ففي طاقة من الطاقات ديت بينك وما بين الاسم ده. اوكي، انت بتاخد الطاقة بتاعتك وتنطبق عليك او ما تنطبقش عليك، فدي مش بتكون بتاعتك، انت فاهم كده. في حرف السين، حرف الشين، حرف الث، دي حروف موجودة تخصك انت في اسمك انت او اشخاص حواليك، ولكن بيكون الحروف ديت في اول الاسم، في نص الاسم، في اخر الاسم بتكون موجودة. البعض منكم في شيء كده منكد عليك، بتمر بشيء بس الشيء ده يعني منكد عليك. ممكن يكون للبعض منكم كمان مش عارف تنام، في عين في حاجة هنا تخص البعض منكم عكنانة عليك، ممكن تكون في اشخاص عندك، ممكن يكون في شخص عندك او حاجة، ده للبعض منكم، او في ظرف عند البعض منكم منكد عليكم او حاجة. لكن هنا شايفة ان هنا كمان في شخص متوفي عند البعض منكم، هو ده اللي مخليك في النكد ده يا برج الدلو. دي طبعا طاقات انت بتاخد طاقتك. كمان شايفة ان هنا ان في امر يخصك بينك وما بين برج الاسد وبرج القوس، ممكن يكونوا هما السبب
اذا كان البرج ده او البرج ده سبب في حاجة تخص يعني النكد عندك، منكد يعني في حد منهم منكد عليك او حاجة، في امر معين بينك وما بين حد من البرج ده، طبعا هينطبق على البعض والبعض الاخر لا. كمان شايفة ان البعض منكم عندك امنية بينك وما بين برج القوس او برج الاسد، يعني في امنية بتتمناها، في شيء بتتمناه بينك وما بين برج القوس او برج الاسد. كمان في علاقة بتربطك ببرج الاسد يا برج الدلو. شايفة ان البعض منكم تعبان صحيا او شخص قريب منك تعبان صحيا. شايفة ان في امنية عندك ان هي ان يعني لو انت لأمة الشخص اللي قريب منك ده يستشفى ان شاء الله، في استشفاء، في نتيجة هنا لعلاج، في استشفاء عن في بالنسبة للصحة اذا كانت ليك او لشخص. ربنا يشفي كل مريض يا رب. كمان البعض منكم بالنسبة للصحة في حد من برج الأسد هنا تعبان صحيا، ده للبعض، فطبعا أنا قلت لكم في استشفاء إن شاء الله بأمر الله. طيب برج الدلو في شيء كده عند البعض منكم متأخر، متأجل بسبب شيء، فانت بتحاول ان انت تختصر في شيء علشان خاطر الشيء ده ممكن يكون مثلا، ممكن تكون في تنازل او في يعني، او بتختصر في شيء علشان خاطر ما يبقاش متأجل اكتر من كده او متأخر اكتر من كده. البعض منكم في شيء كده انت بتقول عليه ده اخر شيء انا ممكن اعمله، او دي اخر امنية مثلا انا عايزاها، او دي في حاجة كده بتقول عليها اخر شيء. دي طاقة، وطاقة تانية في حد بيقول دي اخر امنية والله، يعني انا يعني هي دي بس اللي انا بتمناها او حاجة، فان شاء الله اللي انتم عايزينه بامر الله هتحصلوا عليه. برج الدلو حبايبي خلصت قراءتكم، طمنوني عليكم في كومنتات. اذا عجبكم الفيديو متنساش شير ولايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبالنهايه انا بشكركم وبتمنى لكم الخير والسعاده والتوفيق في حياتكم. انتظروني في قراءه فنجان جديده. بحبكم في الله وبحبكم جدا جدا. باي باي حبايبي.